وصل وفد طبي جزائري مكون من 13 طبيبا إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة الجمعة ضمن جمعيات عالمية. ويعد هذا الوفد أول فريق طبي جزائري يصل إلى غزة، وبحوزته مساعدات طبية وأدوية لعلاج المصابين والمرضى منذ بداية العدوان رغم الصعوبات التي توصف بالمستحيلة. وفي فيديو بثه تلفزيون لكم يا أهل فلسطين، هذه بشرى من اليمن، بشرى صارة من اليمن. اسمعوا هالشاب اليمني لما نحكي عاش اليمن وعاشت الجزائر وعاش جنوب لبنان وعاشوا هدول الأسود اللي حاملين القضية هذه ودايرين فيها وين ما كان. أقسم بالله أنه هؤلاء الأبطال. وعاش ملكنا وعاش الملك محمد الخراي نعلة الله عليه. وعاش الملك متهلي فينا يجيبنا في البنان وحسبنا قرودة تاع الشفاح حنايا. وعاش الملك. الدولة الجزائرية هي التي ألغت جميع الاحتفالات تضامنا مع غزة، تضامنا مع أبناء شعبنا الفلسطيني، تضامنا مع شهداء غزة. الجزائر لا ترقص على رؤوس الشهداء الفلسطينيين. الجزائريين عمرهم ما تخلوا عن فلسطين، وملك المغرب للأسف يضخ مليار دولار لخزينة الصهيونية. ولكم حتى المواليد الذي لم يولدوا بعد سيولدوا جزائريين بالفطرة. وكل ما قدمته الجزائر بحسوا أنفسهم دائما مقصرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستقلالهم لن يكتمل إلا باستقلال فلسطين. هذا هي ما قاله مجاهدينهم وشهدائهم. الجزائر يطبق بالواقع وليس بالمواقع. والله لنا الفخر والاعتزاز أننا ننتمي لهذا الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أخواني أحبائي، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة مع إياد أبو الأسمر ابن فلسطين. أخواني أحبائي، اليوم حلقتنا عم تتحدث عن شكر للشعب الجزائري ولشعبنا الحبيب اليمن، الشعب اليمني اللي بنفتخر وبنعتز فيه عن ما قدمته لفلسطين عكس المغرب اللي قاهرين الصهاينة. ما بدي أطيل عليكم، خلونا نتوجه ونستمع مع بعضنا البعض. بس بتمنى منكم الكل يعملوا لنا لايك لهذه الحلقة، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، شاركوا هذه الحلقة حتى يصل صوتنا إلى كل مكان بالعالم. بسم الله وعلى بركة الله، خلينا نتابع بعد الفاصل، ابقوا معنا. وصل وفد طبي جزائري مكون من 13 طبيبا إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة الجمعة ضمن جمعيات عالمية. ويعد هذا الوفد أول فريق طبي جزائري يصل إلى غزة، وبحوزته مساعدات طبية وأدوية لعلاج المصابين والمرضى منذ بداية العدوان رغم الصعوبات التي توصف بالمستحيلة. وفي فيديو بثه تلفزيون الجزائري الرسمي، وصف منسق الوفد الطبي الجزائري فيصل بالجلالي الوضع في غزة بالصادم والمروع جراء استمرار العدوان الصهيوني على القطاع، مشددا على ضرورة دعم ومساندة أهالي القطاع. مناسبة سعيدة راح تكون فيها الخير إن شاء الله. ربي إن شاء الله. كانت صادمة صراحة، خروج من المعبر يعني المشاهد، يعني صراحة المشاهد مهولة، يعني لا توصف يعني بالصور. يعني من عايشها وشاف الناس وشاف معاناتهم صراحة يعني الوضع صعب. ولكن رغم ذلك يعني يقولون أنه الوضع في الشمال أسوأ يعني بكثير. فإن شاء الله نكون يعني عون لإخواننا، نؤدي الواجب، لأنه هذا ما هو تبرع ولا تطوع يعني من طرفنا، نشوفه احنا كواجب لأنه أهلنا. والحمد لله يعني احنا اقتنينا معدات طبية وأدوات وهذه كلها. 62 للاستقلال نطل عليكم اليوم من داخل مجمع الناصر الطبي، ومع 13 طبيبا جزائريا تمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة عبر جمعيات عالمية. والله كانت صادمة صراحة، خروج من المعبر يعني المشاهد، يعني صراحة المشاهد مهولة، يعني لا توصف يعني بالصور. يعني من عايشها وشاف الناس وشاف معاناتهم صراحة يعني الوضع صعب. ولكن رغم ذلك يعني يقولون أنه الوضع في الشمال أسوأ يعني بكثير. فإن شاء الله نكون يعني عون لإخواننا، نؤدي الواجب، لأنه هذا ما هو تبرع ولا تطوع يعني من طرفنا، نشوفه احنا كواجب لأنه أهلنا. والحمد لله يعني احنا اقتنينا معدات طبية وأدوات وهذه كلها خادينها معانا. اليوم من محاسن الصدف لنا أن نكون في هذا اليوم العزيز على كل جزائري، نكون بغزة، غزة العزة.
يعني نقول إخواني كل المناظر التي نشاهدها في التلفزيون صدقوني ما ترقاش ربما العشر ولا 1% من الواقع. يعني كي تشوف الواقع واقع مهول بالقصف. وهنا نسمعوا حاليا نسمع الله يحمي كل شهداء فلسطين. إنها بنت الجزائر العظيمة، بنت الشهداء، إنها الشهيدة الدكتورة الجزائرية وهيبة آيات مزغات استشهدت اليوم في غزة. استشهدت اليوم الشهيدة الجزائرية. التحم الدم الجزائري مع الدم الفلسطيني اليوم. الشهيدة الجزائرية هي دكتورة جزائرية من مدينة البليدة وتعمل أستاذة جامعية، هي أستاذة جامعية في الجامعات الفلسطينية، وهي زوجة الأستاذ الفلسطيني ماهر أبو مطلق. رحمة الله على روحك يا شهيدة، رحمة الله على روحك الطاهر يا بنت بلد الشهداء، يا بنت بلد 7.5 مليون شهيد. قدم أرواحا كثيرة وقدم تاريخ عظيم، قدم تاريخ من البطولات والملاحم. التحم هكذا يلتحم الدم الجزائري مع الفلسطيني. الحمد لله، ما أجملها من شهادة في أرض فلسطين، في أرض الرباط، في أشرف بقعة في العالم، أرض الرباط. الرسول حدثنا عن رباط عسقلان، وأنت كنت مرابطة في عسقلان تعيشين في الخيام كما حال كل أهل غزة. فشكرا للجزائر العظيمة التي وهبتنا تلك الدكتورة العظيمة. شكرا للجزائر العظيمة. بارك الله في أهل البليدة. بنتكم شهيدة في غزة، روحها تسابق أعنان السماء. رحم الله الشهيدة، شهيدة بإذن الله. How are you? Hello. Great to see you. Thank you very much. Thank you also. Please, sir. Thank you. عمر سيدي. عمر سيدي ليطول عمر سيدي. بارك الله فيك. هذا سعيد. شكرا جزيلا على هذه الحفوة. Sur les réseaux sociaux suite à la visite d'une délégation marocaine en Israël. Cette délégation d'une vingtaine de personnes représentant des associations et ONG proches du Palais Royal ont été reçues à la Knesset avec des entretiens auprès du président du Parlement israélien, mais également avec Meir Ben Shabbat, haut responsable sécuritaire israélien, qui a négocié la normalisation avec le Maroc. Durant cette rencontre, اتفاقية التطبيع درنا وقفة في المدينة، وهاد مثل هذا غاية وما زلت أحتفظ بها. تحموا عليا الزياد من 30 ديال البوليس باش نزعوا لي غاية، وكنا كل العصا وطيحوني تحت الطوبيس باش نزعوا غاية. في الملاعب كيصيفطوا الأمن بلاص ما ينظم الأمن كيمنعوا غايات أنها تدخل الملاعب، كيمنعوا الإلتراس. المغرب يبرم اتفاقية مع شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية لشراء قمر اصطناعي للتجسس ضمن صفقة تقدر قيمتها لمن موجهة؟ يعني ما هي الرسائل من هذه الصفقة؟ السؤال ماذا تريد المغرب من هذا؟ على من تريد أن تتجسس المغرب؟ لصالح من تريد أن تتجسس؟ تستطيع أن تشتري أقمار صناعية بما في ذلك تجسسية من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن دول أخرى. لماذا بالذات تأخذها من إسرائيل؟ لأن هذه هي توجيهات مدام أحتور خديجة. Et le premier prix sera donné à la demande de ce directeur, sera remis par monsieur le doyen de la faculté des sciences politiques. فليتفضل مشكورا. Donc je vais demander à monsieur le directeur de remettre ce prix. علاش ما قدرناش ننتقلوا نحو الديمقراطيه في نظرك؟ تحط لي السؤال بحال هكا ما غاديش نجاوب.
اولا خصنا نسلم مع واحد القضيه. هاد اللغه اللي كنستعملوا المغرب العميق، الدوله العميقه، المخزن، ما نعرف شنو هو، يعني خلقنا واحد الليكسيك سياسي كل شيء هادشي كله باش ما نقولوش الملكيه. صافي الله يجعل البركه. اليوم اللي كيحكم هذه البلاد مول المظل هو اللي كيحكم هذه البلاد. دونك منين نبداو نهضروا معاه، لانه هو عنده الحل وعنده الحق. ما تخصناش نبقاو نخافوا. ولكن سؤال خالد وغتكمل ليا مهم، واش ما كيبان لكش نوع من المغامره انك تخاطب واحد الجهه اللي هي صمام امان ياك ديال واحد البلاد اللي مازال الشروط فيها لا الحزبيه ولا الشعبيه وما مأهلاش؟ واش ما كيبانش تقدر تغامر باستقرار ديال البلاد؟ ما عندكش احزاب، ما عندكش. هذا انا كنطرح لك السؤال. لا سبحان الله العظيم. هذه الملكيه قضيه الحكم، قضيه ميزان القوه. لو كان ما هبطوش ل 20 فيفري، لو كان ما كانش عندنا دستور جديد. ومنين هضروا معاه هو. دونك المشكل خصنا نبداو نخاطبوا الملكيه. الملك يعني العلاقه ديالنا معاه، حنا ما كنقولوش تسبحك، كنقول ليه بغينا هذه خص ندخلوا في هذه المواجهه. بقى غير تفاعل معنا. تفاعل معنا، منين هبطوا فيفري فرضوا في وقت انه الاحزاب كلها كانت كتقول لك ماشي الوقت ديال التعديل الدستوري. وانه Sa Majesté dépose la gerbe de fleurs et moi je fais crier vive le Maroc, vive l'indépendance, vive Sa Majesté Mohamed V. Et le roi m'appelle Charqaoui, vive la France. C'était difficile de dire vive la France. Et j'hésite. Et il me répète vive la France. Et moi, je lance « Vive la France, vive la France » et tout le... نقدم شكر من طلاب أهل غزة الشمال إلى المغرب إلى الطالبة خديجة أحتور لأنها وقفت معنا. شكرا خديجة أحتور لأنها وقفت معنا. نقدم تحية من شمال قطاع غزة إلى المغرب للطالبة خديجة. تم أو لا الهدف الواحد ديالك ربما نصر العداوة بيننا وبين إسرائيل، وهذا الهدف الجزائري. ربما أنت كتلعب الدور ديال الجزائر، وربما راك مدفوع من الجزائر. هذه الفتنة هذه في المغرب. لا سي محمد طالب العام كامل وتتقرا بدون كوفيه، نهار جيت ديت الدبلوم ديالك بدون كوفيه. اش دخل في هذا الموضوع هذا؟ اش دخل في هذا الموضوع هذا؟ انت اكثر من سيدنا في هذه الوطنيه، اكثر من الاخر. وعاش ملكنا، وعاش الملك محمد الخراي، نعلت الله عليه. وعاش الملك متهلي فينا يجيبنا في البنان وحسبنا قروده تاع الشفاه حنايا. وعاش الملك. الملك راه راجل محترم، راجل مقدس بالنسبه لنا احنا، لان ما كنحترموا الملوكيه، كنحترموها وعندنا في الدين ديالنا باش خصنا نحترموها، موصيين عليها. احنا الحمد لله نجحنا لان ما تابعين سيدنا، لان غاديين من نور الراي ديالو، من نور الحكمه ديالو، والحمد لله وصلنا لبزاف ديال الحوايج. واللي قال سيدنا صاحب الجلاله احنا من نور سيدنا صاحب الجلاله، وحنا تحت الرعايه ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، وخصنا نتحبوا بعضنا بعض، وخصنا ندافعوا على بلادنا. هذا هو الشيء المهم اللي كيبين تم غرابيط ديالنا، وملكنا الله ينصرو. والسلام عليكم ورحمه الله. كما كنقولوا حنا الملك ديالنا، كما كنقولوا حنا الملك ديالنا بالرجوله. بالرجوله كما كنقولوا حنا الملك ديالنا. يقعدوا العسكر، يقعدوا العسكر الخوت، هذا الملك ديالنا. يقعدوا العسكر ديالو وعدوا الجيش ديالو. علاش اللي ما يعاون هاد فلسطين؟ علاش اللي ما يعاون هاد فلسطين في سبيل الله؟ علاش اللي ما يعاون هاد فلسطين؟ شفت اليوم حد على السوشيال ميديا بيحاول يعمل بلبله بين الفلسطينيين والجزائريين، وبيحكي انه الجزائريين ما قدموا شيء للفلسطينيين في هاي الحرب، وليش الفلسطينيين؟ بيحكوا انه كل العرب قتلوهم وكانهم مستثنيين الجزائريين، معتبرين انه الجزائريين واقفين. خلينا نحكي شيء، اول شيء الجزائريين طول عمرهم ولحد الان واقفين معنا قلبا وقالبا.
ثاني شيء إذا تسألوا عن حب الفلسطينيين للجزائريين، أنا حجيبك بشكل شخصي وبكل صدق. أنا ما بعرف ليش بحبهم، بس أنا تربيت وكبرت معهم، وأنا بحبهم لأنهم بحس إنهم هم الوحيدين اللي إخواننا. يعني ما بقدر أحكي إنه هذا أخوي من كل الدول وكل العالم، مش زي باقي الناس. ربينا على حبهم إنه إحنا صغار. إذا سألت صغير أو كبير، شاب، عجوز، طفل، مرأة، أي حدا فينا عن حبه لهم ما بيفكر مرتين في الإجابة. بحكي لك أكيد وطبعا تشارك معهم في التضحية وفي كثير أشياء. هم ضحوا بملايين من الشهداء وإحنا كمان ضحينا ولسه بنضحي، هنضحي لحد ما نتحرر زي ما بنتحرر. يمكن إني أحكي لك إنه بنحبهم للفطرة، يمكن أنا بعتبر إنهم هم الشعب الوحيد اللي بحسه صادق في هذا العالم. كلنا بنعرف إنه اليمن والجزائر قالت كلمتها بأن لن تحلم دولة الاحتلال بالأمن والأمان حتى يعيش أهلهم وشعبهم في فلسطين المحتلة واقعا ملموسا على الأرض. ميمي ما كفاه انه طبع وما كفاه انه يرسل مغاربة للأسف للرقص والنشاط بفلسطين المحتلة، بينما الشعب يعاد ويباد والعالم كله اعتاد المشهد، ووصلت كمان شراء أقمار تجسس، كل هذا عشان يعترفوا بالصحراء الغربية. ووجدة جزائرية وستبقى جزائرية. كلنا بنعرف انه الصهاينة بس عاملينكم ككبش فدا. يا رئيس لجنة القدس، انت ترسل اطباء لفلسطين لمساعدة مين؟ لمن ترسل الاطباء الى فلسطين؟ لمساعدة الصهاينة؟ يا متصهين بالوراثة. هنا الفرق الكبير والشاسع، بينما الجزائر رجال وانتم رخاص. طبيبة جزائرية شهيدة ومغربي صهيوني العياشي بيقدروا يتحولوا للمنافقين عادي. كل اشي ممكن من بعد تطبيعكم مع الصهاينة وتطبيعكم من العبودية إلى الصهيونية. عليكم يا أهل فلسطين، هذه بشرى من اليمن، بشرى صارة من اليمن. اسمعوا هالشاب اليمني لما نحكي عاش اليمن وعاشت الجزائر وعاش جنوب لبنان وعاشوا هدول الأسود اللي حاملين القضية هذه ودايرين فيها وين مكان. أقسم بالله أنه هؤلاء الأبطال. وإنت يا اليمني يعني الله يحييك ويحيي أصلك ويحيي منبتك، وإحنا عارفين إنه أنتم مواقف وليست مواقع. إني أعرف إنه إيش عملتوا في البحر الأحمر. اسمعوا هالشاب، اسمعوا البطل. لما نحكي عاش اليمن ونحكي إنه اليمن أصل العرب راح يضل أصل العرب، ولما نحكي إنه الجزائر هي الأسد اللي الهائج هي الجزائر، ولما بنحكي عن جنوب لبنان اللي عطل ثلث الجيش الإسرائيلي هؤلاء الأبطال. ألف تحية لكم وألف رحمة على شهدائكم ورحم الله شهدائكم. والله العظيم طول ما في الأمة رجال مثل هذا الشاب، هذا كلام وفعل، يعني قول وفعل مش بس إنه كلام. الله يحيي أصلكم. واسمعوا هالشاب اليمني يا أهل فلسطين، وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب إن شاء الله، إن شاء الله قريب، مدة أعوام قصيرة إن شاء الله، وإذا مش أقل من ذلك. جربت يا أهل غزة، فرجت قسما بالله وأنا كل ثقة. قلت لكم هذا الشعب منصور بإذن الله الواحد الأحد. ما باقي إلا ساعات قليلة وتعلن غزة النصر. أولا هذا الرسالة للشعب الغزاوي من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، وأتمنى من الله أنه يوصل هذا الفيديو لهم. أولا الله يرحم شهدائكم واحد واحد. ثاني شغلة، الذي استشهد ابنه داخل الحرب، أبناء اليمن أبنائكم من الكبير للصغير. ثاني شغلة، أي واحد فقد عائلته نتمنى أنه يجي على اليمن نستقبله ونحطه على عيوننا ورؤوسنا هنا من فوق. والله غير نضيفكم أحلى ضيافة داخل اليمن. وأنتم عارفين وكلكم ثقة أن أصل العرب ما يخيبوا ظنكم لا بالواقع ولا على المواقع. وحربنا تشهد والبحر الأحمر يشهد. واللي سويناه ما هو قليل، واللي سويناه يا اخوان هذا هدية مننا لكم للشعب الغزاوي. وكنا نتمنى وقفة الشعوب العربية معاكم، لكن خذلوكم القريب قبل البعيد. وشوف اليمن على بعد كيلوهات المترات مساندة لكم عشان تعرفوا
إن إحنا أي شخص مظلوم داخل هذا الحياة وداخل هذا الكرة الأرضية كلها فزعاتنا له تجي حتى لو إحنا على بعد الكيلومترات، والله غير ننصره، والله غير نجي حتى لو كان خلف الشمس. واللي يحتقرنا ويتمهزل بنا بعظمة دولتنا وعظمة شعبنا العظيم الذي مناصر القضية فهذا صهيوني وما هو عربي وما هو مننا ولا ينتمي إلى جنس البشر. وتحياتي منصورين بإذن الله، والله أكبر ولله الحمد. تعلم يا صهيوني يا خرياشي المذلول من أسيادك، والله يجب طردهم من الجزائر في أقرب وقت ممكن، وأصبح الأمر واجب وضروري بعد كل المهزلة. حرائر الجزائر أشبع وأشرف من رجال عاش الملك، لمن يقولون أن الجزائر تقدم لفلسطين الشعارات، بل الجزائر قدمت الكثير وستقدم أكثر، وها هي الآن تقدم أطباء هم مشاريع شهادة كأجدادهم. هل عرفتم لماذا سيبقى أبناء مملكة البرطوش البورسلية المتصهينة عبيد لبواسي الإيدين والراكعين لغير الله؟ اللي بدي أحكيه، تحيا الجزائر حرة موحدة مستقلة وسيادتها الشامخة، وحيا الله بأبناء شعبنا اليمني الحبيب، اليمن السعيد اللي بنفتخر وبنعتز فيه، وإن شاء الله بلتم شملكم وبتتوحدوا من جديد. رفعت رؤوسنا يا أبطال، أبناء عمومتنا اليمنيين والجزائريين، الشهامة والرجولة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار للمطبعين الخونة والعملاء والجبناء الحاقدين على كل من هو جزائري ويمني وفلسطيني وحر لوقوفهما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لهنا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى منكم فضلا وليس أمرا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل صوتنا إلى كل جديد. وبتمنى دعمكم على القناة هاي حتى نوصل عليها 100,000. وصلوا هذا المقطع إذا بتحبونا لا أكتر من 2000 لايك حتى يرتفع ويوصل. وربي بارك فيكم. كان معكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطين وعاشق أرض الجزائر، وبشوفكم في حلقة جديدة. سلام. سجل اسمي كنعاني وانا عاشق اوطاني، تراب الارض يعرفني في فلسطيني، ارسل شوقي للثائر جبال العالي الجزائر، عالعدا غاير غاير يا ابن الجزائر. تحياتي لكم من قلب فلسطين، اخوكم اليوتيوبر اياد ابو الاسمر، فلسطيني وعاشق ارض الجزائر.